اوعى تعمل زيي وتاخد الماجستير والدكتوراه في 13 سنه. انا اتخرجت سنه 97، اخدت الدكتوراه 2010، يعني بعد 13 سنه بحالها، والترقيه الاستاذ مشارك خدت كمان 10 سنين. يعني بالعربي كده قضيت نص عمري بلف حوالين نفسي. ليه؟ علشان بدات من غير رؤيه. الرؤيه هي جي بي اس البحث، من غيرها هتفضل ماشي بس مش عارف رايح فين. الرؤيه بتعمل لك هدف، الهدف عايز خطه والا هيفضل حلم، الخطه عايزه ادوات تنفيذ والا هتبقى بتضيع وقتك، والادوات من غير التزام واستمراريه يبقى بتضيع عمرك. طب تعمل ايه؟ ببساطه تقرا اللوائح. ايوه، اللوائح اللي محدش بيقراها دي، بس تقراها قبل ما تبدا مش بعد ما تخلص. عندك مثلا انا قريت لوائح ترقيات دكاتره الجامعه في مصر، عرفت ان 5 سنين للماجستير، 5 للدكتوراه، 5 من مدرس لاستاذ مساعد، و5 من استاذ مساعد لاستاذ. يعني الرحله كلها 20 سنه. لو بدات من سن 22 هتبقى استاذ في 42. رقم كيوت جدا، بس انا وصلت لل 50 ولسه هقدم ترقيه استاذ، لان ببساطه ما كانش عندي رؤيه ولا خطه. ماشي في نور الله وبدعي واقول يا رب. الخلاصه اقرا، خطط، اشتغل على نفسك والتزم، لانك لو ما اشتغلتش على نفسك هتشتغل عليك. انا ليه ما حدش قال لي الكلام ده من بدري؟ انا عايز حد يطبطب عليا. انا مصطفى ابو السعود ودي كانت في 60 ثانيه. استنوني في الحلقه الجايه. سلام.